السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن مرض اسمه الغطيط، واللي كتير من الناس مش عارفة يعني ايه الغطيط، وهو الشخير وضيق التنفس عند الأطفال. وأحب أرحب في بداية الحلقة بالسيد الدكتور دكتور مدحت، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مراكز كلينيكا. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنت حابة أتكلم عن موضوع الغطيط النهارده ونعرف للناس إيه هو الغطيط. خاصة متناهية كلمة الغطيط دي كلمة لغة عربية فصحى قوي يعني، والناس كتيرة مش عارفاها، إنما هو الناس بتعتبر الشخير هو الغطيط. الشخير اللي الناس بتعمله وهي نايمة أو بيخبط الصوت والواحد نايم، ده اسمه الغطيط أو الشخير والواحد نايم. الموضوع الشخير أو الصوت اللي بيحدث أثناء النوم ده بيبقى في الأطفال موجود وفي الكبار موجود. الأطفال بيبقى ليه أسباب كتيرة أو أسباب أكثر شهرة أو أكثر تواجد، زي وجود لحمية، وجود انسداد في الأنف شوية، وجود أي حاجة في مجرى التنفس بتضيق المساحة بتاعة التنفس دي، بيبقى بيحصل عندها الصوت. وكتير قوي في الأطفال بيجي للأم تشتكي إن الولد وهو نايم بالليل بيبقى فاتح بقه وبيعمل صوت. قبل ما بنقوم وبنفحص وبنشوف بتبقى احتمالية إن يكون عنده لحمية، بتبقى احتمال كبير فوق 90 أو أكتر من كده، إلا في بعض الحالات التانية البسيطة أوي يكون في حاجة في الأنف، حصل فيه خبطة، حصل فيه حساسية في الأنف، أو في عنده حساسية في الأنف بسبب الانسداد. علشان يحصل الغطيط أو عشان يحصل الشخير أو عشان يحصل الصوت، لازم يبقى فيه مكان ضيق بيعدي منه نفس، يقوم الصوت يحصل وحاجة بتتحرك بالراحة كده أو بتحبس الصوت ده. بيحصل في الكبار بس بيبقى ليه أسباب تانية غير الأحمية اللي بتبقى موجودة عند الأطفال، بيبقى غالبيتها ترهل في سقف يعني الفم من الداخل، اللي هو الحتة بتاعت اللهاب وسقف الحلق من الداخل بيحصل فيه ترهل، فبينزل شوية مع بعض الحاجات المصاحبة ليه أو اللي بتكون بتساعد على وجوده، زي السمنة، فصل الرقبة، في يعني بعض العيانين بتبص تلاقيهم هم شكلهم بيبقى احتماليه ان هم يعملوا الصوت ده تبقى كبيره. يعني اكتر فئه يا دكتور تقصد حضرتك بيها هي الاطفال ولا الفئه؟ لا الاطفال اكبر فئه بسبب اللحميه خلف الانف، اللي هي بتبقى اللوزه اللي هي اللوز واللحميه او اللحميه اللي خلف الانف دي بتحصل فيها. الكبار اكتر بكتير من الاطفال، مش زي ما الناس متخيله، ونسبة اللي بيحدثوا الصوت ده على مستوى يعني بالنسب العالمية بيعدي يمكن حوالي من 60 ل 70% من ناس كتيرة وهي نايمة بتحدث الصوت ده، بس بيتفاوت درجته وشدته وحدته، لدرجة إن في بعض الصوت العالي سجلوه لبعض الناس لو بيوصل لحوالي 50 ل 60 ل 70 ل 80 ديسيبل، ودي حاجة عالية جدا يعني ده درجة الديسيبل ده حاجة بنقيس بيها شدة الصوت، لقوا إن ممكن يتسمع من أوضة تانية جنب الأوضة اللي هو نايم فيها، مش من ده في الكبار. ده في الكبار. في الكبار. يعني ممكن الصوت يبقى عالي قوي كده لدرجة إنه يتسمع من مكان تاني. من مكان تاني غير اللي نايم جنبه. فدي عملية مزعجة جدا اللي حواليه كلهم. دكتور، طب أسبابها هي اللحمية واللوز بس؟ لا ولا في أسباب تانية غير الكبار؟ بتبقى أسباب تانية خالص غير اللحمية واللوز خالص، بتبقى أسبابها في حاجات، أو دي أهم حاجة في موضوع الشخير والتشخيص السبب إيه؟ لأن في أكتر من مستوى أو أكتر من مكان لما بيحصل فيه ضيق بيحصل الصوت، فلازم علشان أعرف المكان اللي حصل منه الانسداد أو الضيق فين وأعالجه، يا من الأنف، يا من سقف الفم من الداخل، يا من اللحاه، يا من البلعوم الأنفي، يعني لازم أشخص صح علشان أقدر أعالج صح. يعني احنا دلوقتي عندنا ان دي الاسباب الغطيط دي يا دكتور عن طريق الممرات الهوائيه، بتبقى عن ضيق الممرات الهوائيه وليها اسبابها اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي. ليها اسبابها. طيب دكتور، احنا برضو عايزين نعرف ايه هي اسباب انقطاع التنفس اثناء النوم لبعض الثواني وبعدين يرجع يجي تاني. ده اسمه توقف التنفس اثناء النوم. بينقسم برضه في بعض الاطفال او عند بعض الاطفال، وديت بتبقى حاجه لغايه سن 4 سنين
بتبقى معروفه، ودكاتره الاطفال كتير بيقولوها ان دي حاجه مؤقته وبتروح، وبعد سن 4 سنين بتختفي وبتروح، وبتبقى معظمها سنترال او يعني جايه من الدماغ من فوق، ان العيل بيحصل له توقف للتنفس او اسمه بريس هولدنج، بيوقف نفسه بمزاجه او يعني بتعليمات من دماغه، وبتروح بعد سن 4 سنين وما بنعملهاش حاجه، عشان برضه نبقى يعني واضحين. مالهاش علاج يعني؟ لا خالص، بس ملاحظه ومتابعه وتروح لوحدها. بالنسبه للكبار نسبه كبيره من الناس، ودي بتعتبر درجه اعلى من الشخير او الغطيط، يعني اللي بيبدا بشخير السنه دي السنه الجايه هتبص تلاقي بدا في توقف للتنفس، لما الضيق بيزيد اكتر واكتر بنعتبر الشخير درجه اولى من، وبعد كده كل ما زادت الدنيا دي بيحصل التوقف في التنفس اثناء النوم. ولما بيزيد عدد مرات التوقف في التنفس بتبقى ليها نسبه، يعني لما بتزيد عن اكتر من 15 مره تبقى مره في اليوم، بتبقى يعني بيحسبوها يا ميت لدرجه قليله يا درجه ثانيه يا درجه ثالثه على حسب عدد مرات التوقف في التنفس. طب دكتور لو زاد بالموضوع ده وزادت التوقف لو زاد ده ليه خطوره على المريض؟ طبعا خطورته يا دكتور؟ طبعا خطورته على المريض انك انت كل مره من دورات الاكسجين اللي واصل لجسمه بيبقى اقل من الطبيعي، بيتعرض لامراض كتيره زي ضغط الدم في عضله القلب، وبيتعرض لحاجات كتيره في المخ، يعني بيبقى فيه دي مشاكل كتير، يعني ده بيعمل مشاكل لامراض ثانيه. وغير ان هو بيبقى متضايق، هو كل مره بيتوقف فيها التنفس بيروح عشان يرجع له نفس ثاني، بيحصل له نوع من انواع الصحيان، لان الجسم ما بيسيبش نفسه كده اهوت، لما ثاني اكسيد الكربون او الكربون دايوكسيد بيقل في الجسم نتيجه توقف التنفس، بيروح عامل له صحيان علشان يبدا يصحى ويرجع ياخد نفسه من تاني. طيب دكتور عايزين، انا كنت عرفت ان في طرق لتجنب يعني اصدار الصوت ده عند اثناء النوم. ايه هي الطرق دي ويا ترى كم طريقه يعني؟ اهم حاجه في موضوع ان انا اقلل الصوت عند اللي بيحدث هذا الصوت وهو نايم، اهم حاجه انقاص الوزن. اهم حاجه ينقص الوزن. بعد كده نوصي هذا المريض انه ما ينامش على ظهره خالص، لدرجه ان هم بره دلوقتي كاتبين في بعض المراجع ان ممكن يجيب له زي حاجه زي حزام في كوره تيس في الظهر وهو نايم، عشان لو جه ينام على ظهره تضايقه يقوم يتقلب على الجنب ده والجنب ده، لان الانام لما بينام على ظهره بيحصل ان اللسان بيرجع لورا، بيزيد ضيق المنطقه بتاعت البلعوم الانفي، والحته اللي هي في اخر مؤخره اللسان ديت بتروح ساقطه لورا، فبتزود الضيق بتاع التنفس. ثالث حاجه ان هو ما يتعشاش قبل ما ينام، يبقى دايما بطنه خفيف، يعني في مسافه ما بين العشاء والنوم، وما ينامش على ظهره ووزنه ينزل دي، ويبقى نايم على مخده عاليه بحيث ان يبقى في مستوى الليفل بتاع الراس او مستوى الراس وهو نايم اعلى بكتير من الجسم، بحيث ان يبقى فيه برضه ما يبقاش فيه سقوط للسان لورا. يعني احنا عندنا 3 طرق بس يا دكتور 3 وصايا بنوصي بيها المريض دهوت، ونشوف النتيجه ايه، هل لو كانت كافيه نقول له كمل ونستنى، لو مش كافيه بندور على السبب بتاع المكان اللي عامل هذا الضيق او هذا الصوت، سواء كان في الانف نتعامل معاه في الغضاريف بتاعت الانف او الحاجز الانفي، لو كان في البلعوم الانفي، لو كان في اللهاه، لو كان في اي المكان اللي عامل المشكله نبدا نتعامل. يبقى في تدخل جراحي يعني؟ يبقى في تدخل جراحي، بس بعد ما بنكون استنفذنا الحاجات الاولانيه واثبتنا حاجات اسمها المنظار الانفي وهو صاحي وهو نايم، وساعات بنعمل اشعه مقطعيه، وساعات بنعمل رنين، وساعات بنعمل واهم حاجه في برضه نعملها حاجه اسمها اختبار معمل النوم. اختبار معمل النوم ده ان العيان بينام على جهاز ويعرف منه قد ايه مرات الشخير وتوقف التنفس بيحصل قد ايه، وبيجيله كم مره، والاكسجين في الجسم بيبقى قد ايه، وثاني اكسيد الكربون بيبقى قد ايه. دي كلها بتساعدنا ان احنا نتوجه في اي اتجاه. ايه هو يا دكتور علاج الغطيط ودي التنفس؟ ما هو علاج الغطيط اهم حاجه فيه اللي قلناها، ال3 حاجات اللي قلناهم، النصائح اللي قلناهم للمريض، وثاني حاجه التدخل الجراحي في حاله الحاجات دي ما بتجيبش نتيجه، ان انا اشوف الحته اللي هي فيها ترهل في سقف الحلق واللهاب بعملها بالليزر ونشيلها او بنشيل جزء منها. في حاجه غضاريف في الانف بنتعامل معاها بنستأصل جزء منها او بنعمل لها او في حاجه في الحاجز الانفي عامله مشكله، في حاجه على حسب كل حاجه.
بالنسبه لتوقف التنفس بعد اختبار النوم ومعمل النوم بيطلع لي حاجتين في توقف التنفس، يا توقف التنفس ناتج عن تعليمات جايه من راس العيان واسمه سنترال بتقول له النفس يقف، ودي ما اقدرش اعمل لها حاجه، ما اقدرش اتدخل فيها حاجه خالص، يا اما حاجه من تحت دي في المجرى بتاع النفس دي بقدر بتعامل معاها، اللي بتبقى جايه من الدماغ وساعات بيبقوا الاثنين مع بعض، اللي بتبقى جايه من فوق من الدماغ بنعمل لها حاجه اسمه جهاز اسمه السي باب، السي باب ده جهاز بيتحط جنب العيان وهو نايم يدخله اكسجين بانتظام طول الليل بحيث ان هو ما يحصلوش الموضوع ده هو، بس ده عشان يتعود عليه بيعوز شويه تعود شويه من العين لان حاجه بتبقى متوصله بيه بالانف عشان تقعد تضخ الاكسجين. طيب عايزين نعرف بقى يا دكتور الجديد في امراض الغصب. هو الجديد في امراض الغطيط واللي فيها او الشخير والحاجات ديت هو ان هي المشكله دي يعني مفيش حل قاطع نهائي جذري لها، يعني انت بتتعاملي وتخسسي العيان وتقولي له اعمل كذا واعمل كذا وتعملي له عمليات وبتيجي برده في الاخر انك انت بتلاقي لسه في مشكله او لسه في صوت بسيط بيقل شويه انما في صوت بسيط، لان لهم ان برده حاجه اسمها قاعده اللسان او التانج بيز اللي هي الجزء الاخير من اللسان، ده بيبقى محدش كان زمان بيقدر يقرب للمنطقه دي خالص لان كان اللسان من الاماكن اللي الناس بتخاف تتعامل معاها، احنا يعني لما اثبتنا ان هو ده كان المشكله شلنا جزء حاجه اسمها ليزر ميدلاين بروستكتومي، جزء استئصال جزء من قاعده اللسان بالليزر بحيث ان يبقى زي ما نكون عملنا طنل او نفق او حفره او حاجه فيه بحيث ان الهواء يدخل ويطلع منها وجاب نتيجه كويسه، وعملنا حاجه ثانيه اسمها تعليق اللسان بخيط في الفك من تحت من هنا بحيث ان اللسان يبقى مشدود لقدام يجي العيان ينام على ظهره وما يرجعش لورا، فجابت نتائج كويسه بس في العيانين انهم اللي كان اساس المشكله عندهم قاعده اللسان اللي كانت الناس كلها بتخاف زمان تقرب لهم وما كانتش بتشتغل الا الحته بتاعت الهواء وسقف الحاجه. في النهايه يا دكتور بحب اشكر حضرتك على هذا اللقاء وان شاء الله لنا في لقاء اخر مع مواضيع ثانيه كتير والسلام عليكم ورحمه الله.